السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في السيشن الخامسة من كورس جوجل تاج مانجر. في السيشن اللي فاتت كنا اتكلمنا عن ازاي نتراك الاد تو كارت وعملناها بطريقتين مختلفتين. الطريقة الأولى كان التريجر بتاعنا الكليك، الطريقة الثانية كان التريجر بتاعنا الكاستم ايفنت، وقلنا ان الكاستم ايفنت هي الطريقة الأفضل. النهارده هنشوف ازاي نعمل تراكنج للتشيك اوت بيج برضه بطريقتين مختلفتين. الطريقه الاولى هتكون التريجر بيج فيو، والطريقه الثانيه التريجر هيكون كاستم ايفنت. فيلا نفتح البريفيو مود ونشوف احنا ممكن نعمل ايه. هنضغط على add to cart وبعدين هنضغط على view cart وبعدين هنضغط على proceed to check out. تمام، احنا كده في التشيك اوت بيج وعايزين نعرف كام شخص دخل هنا. فهنروح للبريفيو مود بتاعنا وهنيجي على الويندو لودد اخر حاجه في التشيك اوت بيج، وهنضغط على الفاريبلز واحنا هنختار الفاريبل بتاعنا يكون البيج باث اللي هو التشيك اوت. يبقى كده التاج بتاعنا هيكون الفيسبوك بيكسل، والفاريبل بتاعنا التريجر بتاعنا هيكون البيج فيو، اما الفاريبل فهيكون التشيك اوت، كلمه التشيك اوت اللي هي البيج باث. فهنروح للتاجز وهنكونفيجر نيو تاج، هننزل على الفيسبوك بيكسل. طبعا انا دلوقتي بتكلم بسرعه لان الكلام ده احنا شرحناه اكتر من مره، فالموضوع متهيألي بقى اسهل دلوقتي كتير. هناخد الفيسبوك بيكسل اي دي بتاعنا من هنا وهنحطه بست هنا، وهنيجي هنا ندور على التشيك اوت، انيشيت تشيك اوت، وهننزل تحت على التريجر، هنختار التريجر بتاعنا بيج فيو، some page views. الفاريبل بتاعنا هيكون البيج يو ار ال زي ما احنا شفنا هنا، البيج باث اسف. نختارنا ان الفاريبل بتاعنا هيكون البيج باث وبيساوي التشيك اوت، فهنيجي هنا نختار الفاريبل البيج باث بيساوي كلمة التشيك اوت، وهنسميه تشيك اوت او initiate تشيك اوت وبنسيفه. هنيجي بقى نسمي التاج بتاعنا فيسبوك initiate تشيك اوت وهنسيفه. كده التاج بتاعنا اتعمل. يبقى احنا عملنا ايه؟ احنا رحنا للبيج اللي احنا محتاجينها اللي هي التشيك اوت بيج، رجعنا للبريفيو مود، دورنا على الفاريبل بتاعنا اللي هو البيج باث بيساوي التشيك اوت، فجينا هنا عملنا تاج جديد، حطينا البيكسل اي دي بتاع الفيسبوك، وبعد كده اخترنا التريجر بتاعنا بيج فيو، وبعد كده اخترنا ان الفاريبل بتاعنا البيج باث بيساوي التشيك اوت ودوسنا سيف. طيب تعالى كده نشوف التريجر هيفاير معانا ولا لا. تعالى نضغط على add to cart view cart وهنروح للبروسيد تشيك اوت. المفروض ان هنا يفاير معايا التاج اللي هو الفيسبوك انيشيت تشيك اوت. تمام كده انا ماشي مظبوط. طيب تعالى نشوف الميتا بيكسل هيلبر اراه ولا لا. تمام، ارى انيشيت تشيك اوت، يبقى انا كده ماشي مظبوط. طيب الطريقة التانية اللي احنا ممكن نستخدمها وهي ان التريجر بتاعنا يكون كاستم ايفنت، ونحط الايفنت اللي هيحصل له بوبيوليشن من خلال الداتا لاير. فتعالى نرجع للبريفيو مود بتاعنا على البيجن تشيك اوت،
هنلاقي ان الداتا لاير بوش ايفنت اللي هو البيجن تشيك اوت. الايفنت ده مش بيظهر غير مع التشيك اوت بيج فقط لا غير. فهناخده كوبي وهنروح هنا للتريجر اللي هو انيشيت تشيك اوت، هنضغط عليه من هنا وهنيجي عند البيج فيو هنضغط عليها ونغيرها تبقى كاستم ايفنت، وهنخلي ده اول كاستم ايفنتس، وهنحط هنا التريجر بتاع الايفنت بتاعنا اللي هو البيجن تشيك اوت، وهنضغط على سيف. وتعالى ندوس على بريفيو مود نشوف هيفاير معانا التاج ولا لا. لو جينا رحنا على التشيك اوت بيج هنلاقي ان الانيشيتد تشيك اوت فايرد معانا اهي. ولو رحنا للميتا بيكسل هيلبر هنلاقي ان الانيشيتد تشيك اوت برضو فايرد معانا. فكده احنا ماشيين مظبوط. يبقى احنا كده شفنا بكل سهوله ازاي بنعمل تراكنج للتشيك اوت بيج. تمام. ودلوقتي في حاجه مهمه، هل كل مره احتاج فيها الفيسبوك بيكسل اي دي لازم ادخل على الايفنتس مانجر واخد الاي دي كوبي واجي احطه بيست في كل مره اعمل كده؟ لا مش شرط. انا ممكن مره واحده بس ادخل على الايفنتس مانجر اخد الاي دي ده كوبي واجي هنا اعمل حاجه اسمها كونستانت فاريبل، احط القيمه بتاعتي واسميها باسم معين، وفي اي وقت احتاجها اقدر ان انا اعمل لها امبورت بكل سهوله. فبنيجي مثلا هنا عند الفاريبلز وهننزل تحت على اليوزر ديفايند فاريبلز وهندوس على نيو وهنعمل كونفيجر لفاريبل جديد وهننزل ندور على حاجه اسمها كونستانت، هنضغط عليها وهنحط القيمه بتاعتنا اللي هي الفيسبوك بيكسل اي دي، وهنيجي هنا نسميها بالاسم اللي احنا عاوزينه. انا هسميه الفيسبوك بيكسل اي دي وبتسيفه. وبكل سهوله لو جيت هنا على التاجز وحبيت ان انت تعمل تاج جديد للفيسبوك او لاي حاجه هتقدر بدل ما تاخد الاي دي كوبي وتيجي هنا تحطه بيست، لا انت هتدوس على العلامه دي بكل سهوله وهتدور على فيسبوك بيكسل اي دي اللي انت سميته. هتكتب فيسبوك بيكسل اي دي هيظهر لك هنا اهوت، تضغط عليه كده بكل سهوله الفيسبوك بيكسل اي دي اتضاف معاك من غير ما تغلط في الاي دي او من غير ما تعمل مجهود كبير. تمام. دلوقتي هنعمل تراكنج للبيرشيز ايفنت، واحنا كنا اتفقنا ان انت لما تيجي تعمل تراكنج للبيرشيز فانت بتعمل تراكنج للثانك يو بيج، لان اي شخص بيعدي للثانك يو بيج فهو اوريدي عمل اوردر. فتعالى ندخل على البريفيو مود بتاعنا كونتينيو. هنيجي هنا هنضيف اي حاجه للكارت وهنروح للتشيك اوت وهنحط اي بيانات، وهنا محطوط بيانات، انا حاطط بيانات فيك، وهنضغط على بليس ان اوردر. تمام. احنا كده عملنا اوردر ورحنا للثانك يو بيج، ثانك يو يور اوردر هاز بين ريسيفد. فبنرجع تاني للديباج فيو بتاعنا ونروح لاخر حاجه وننزل تحت على البيج باث وهناخد الكلام ده كوبي، وهنا في حاجه هنقع فيها هنعرف فين المشكله. احنا دلوقتي هنخلي التريجر بتاعنا بيج فيو والفاريبل هو بيج باث بيساوي الكلام ده، وهنيجي هنا هنكونفيجر نيو تاج وهنختار من هنا الكونستانت فاريبل بتاعنا اللي هو الفيسبوك بيكسل اي دي، والايفنت بتاعنا هو بيرشيز، وهنعمل تريجر جديد
التريجر قلنا هيكون بيج فيو، والبيج يو ار البيج باث بيكوال الكلام اللي احنا اخدناه قبل. وهنسمي التريجر فيسبوك، او عفوا هنسميه بريتشز، وهنسيفه، ونسمي التاج فيسبوك بريتشز ونسيفه. وتعالى نروح للبريفيو مود، ونعمل اي اوردر تو كورت، نروح للتشيك اوت ونضغط هنا. تمام، انا كده في الثانك يو بيج، والمفروض ان الميتا بيكسل هيلبر يسمع معايا ان في بيرتشز ايفنت حصل، ما سمعش. ولو رجعنا هنا برضو هنلاقي ان البيرتشز ايفنت في التاجز نوت فايرد. طيب فين المشكله؟ المشكله ان انا لما اخترت الفاريبل اخترت البيج باث وده كله كفاريبل، لكن من اول 884 دي بتختلف، والكلام ده برضو بيختلف. يعني انا في عندي كلام زياده بعد 884، وفي عندي ال 884 دي بتختلف من اوردر لاوردر. طيب ده بنعرفه ازاي؟ بنعرفه ان انت هتطلب اكتر من اوردر، عندك اوردرين او ثلاثه، وتعرف ايه الحاجات اللي بتكون ثابته عندك في اليو ار ال بتاعك. انا بالنسبه لي اللي تشيك اوت سلاش اوردر ريسيفد ده ثابت عندي في اليو ار ال بتاعي. فهرجع تاني للبيرتشيز ايفنت واضغط عليه، وهاجي هنا بدل ما انا اخترت البيج باث بيساوي الكلام ده، لا انا هخليه بيحتوي على الكلام ده، فاضغط على كونتينز. وبدل التشيك اوت اوردر ريسيفد 883 لا انا هخليها لحد اوردر ريسيفد بس، وهضغط على سيف، وهضغط على البريفيو مود تاني. تعال نشوف لما نعمل اي اوردر هيسمع معانا بيرتشز ولا لا. تمام، هنلاقي ان سمع معايا هنا بيرتشز. ودلوقتي احنا عاوزين نبعت مع كل اوردر يتم الفاليو بتاعته والكرنسي، يعني اعرف من كل اوردر تم على السيستم بتاعي كانت قيمته كام والعملة بتاعته كانت ايه. فهنفتح البريفيو مود تاني مع بعض، وهنعمل اي اوردر. وهنيجي هنا على الويندو لودد، نروح للداتا لاير، وهننزل ندور على كلمة اسمها اي كوميرس. تمام، احنا قلنا اللي احنا محتاجين حاجتين، العملة اللي هي الكرنسي والقيمة بتاعة الاوردر اللي هي الفاليو. هنلاقي ان الاي كوميرس في تحتها كرنسي، في ترانزاكشن اي دي، في افيليشن، في فاليو. احنا هناخد الاي كوميرس كوبي، وهنيجي هنا نعمل فاريبل. الفاريبل هنحط فيه الكرنسي اللي احنا عاوزينها، وهنحط فيها الفاليو. فبنروح للفاريبلز وبننزل تحت configure new variable، وبنختار data layer variable،
وبنيجي هنا الاي كوميرس، احنا اي حاجه بنختارها بتبدا بالاي كوميرس، فبناخد الاي كوميرس زي ما قلنا كوبي، وهنحطها هنا في الخانه دي كده بيست، وبنحط دوت، وبنيجي احنا محتاجين الكرنسي، فهناخد الكرنسي كوبي وهنحطها هنا برضو بيست، وبنسميها، انا هسميها داتا لاير كرنسي، وبنسيفها. طيب احنا كده بعتنا الكرنسي، انا عاوز ابعت برضو الفاليو بتاعه الاوردر، فبعمل نيو وبضغط هنا وبختار داتا لاير فاريبل، وباجي هنا اخد الاي كوميرس كوبي واحطها هنا بيست واعمل دوت، واجي عند الفاليو واخدها كوبي واحطها هنا بيست. ولازم اخد الحاجه كوبي بيست، لان لو في حرف كابيتال وانت عملته سمول، او سمول وانت عملته كابيتال، بيسبب مشكله معاك ومش هيسمع معاك الفاريبل. وهنسميه داتا لاير فاليو. انت بتسميه طبعا الاسم اللي انت شايفه مناسب ليه. طيب شخص ثالث عايز مثلا يختار الايتم اي دي او الايتم نيم او الاس كي يو او البرايس او ايا كان، فبتختار الاي كوميرس وبتشوف، بتفضل نازل كده نازل، بتلاقي ان الايتم اي دي تحت الايتمز، فهتختار يبقى اي كوميرس دوت ايتمز دوت ايتم اي دي، والحته دي بنعوضها بزيرو، يعني السطر الفاضي ده بنحط مكانه زيرو، يبقى اي كوميرس دوت ايتمز دوت زيرو دوت ايتم اي دي. لو انت مثلا عايز البرايس، فهيبقى اي كوميرس دوت ايتمز دوت زيرو دوت برايس. ونركز واحنا بنختار الفاليو، انا اخترت الفاليو علشان انا لو عامل اوردر فيه اكتر من قطعه فهيكون في لو انا عامل اوردر فيه اكتر من قطعه، فالفاليو بالنسبه لي هي التوتال اماونت بتاعه او التوتال برايس بتاع الاوردر. تمام. لكن البرايس اللي هنا هو البرايس بتاع المنتج ده فقط. يعني لو انت مثلا اخترت سماعه واخترت تي شيرت، فالفاليو هي التوتال كوست بتاعت السماعه والتي شيرت، لكن البرايس اللي هتلاقيه هنا هو بتاع التي شيرت بس او بتاع السماعه بس. تمام. بعد ما عملنا الفاريبلز بتاعتنا بنروح نحطها في التاج بتاعنا، فهنيجي هنا عند الفيسبوك بيرتشز وهننزل على الخانه دي كده اوبجكت بروبرتيز، وهندوس هنا وهنضيف هنا الاسم اللي احنا عايزينه يظهر لنا. انا مثلا عايزه يظهر لي هنا كرنسي، وهختار هنا الفاريبل بتاعه، هاجي هنا وادور على الكرنسي، وهاجي هنا واختار وهكتب الاسم اللي انا عايزه يظهر لي، انا عايز يظهر فاليو، وهاجي هنا واختار الفاريبل بتاعنا اللي هو الفاليو. تمام. وبدوس سيف. انا كده عرفت الكرنسي وعرفت الفاليو وحطيتهم في التاج بتاعي، وبضغط على بريفيو وهنروح نعمل اوردر ونشوف البيانات هتسمع معانا ولا لا. تمام. احنا كده حطينا منتجين، التكلفه الاجماليه بتاعتهم او الفاليو بتاعتهم المفروض تكون 230 مش 115. هنروح للتشيك اوت وهنعمل بليس اوردر، وهنا هتظهر معانا احتمال تظهر معانا مشكله وهنعرف ايه سببها. تمام. سمى معانا بيرتشز. حلو قوي، ظهرت معانا، ممتاز جدا.
هنا ما ظهرش معايا الكرنسي وما ظهرش معايا الفاليو. ليه؟ لان انا التريجر بتاعي مختاره بيج فيو وحاطط له البيج باث اللي بيحتوي على تشيك اوت اوردر ريسيفد اللي هو ده. لو جينا هنا هنلاقي ان التريجر بتاعنا هو بيج فيو والفاريبل هو بيج باث بيحتوي على تشيك اوت اوردر ريسيفد. ممتاز جدا. فبالتالي اول ما التريجر بيلمح البيج باث اللي هو تشيك اوت اوردر ريسيفد على طول التريجر بيفاير والتاج بيفاير من غير ما يستنى ان يحصل بوبيوليشن للداتا لايرز اللي هي الكرنسي والفاليو. فبيسمع معايا التاج من غير ما تظهر لي الكرنسي او تظهر لي الفاليو. طيب دي علاجها ايه او ايه حلها؟ حلها ان انا اشتغل بكاستم ايفنت. هعمل كاستم ايفنت واختار الايفنت اللي هيظهر لي، فبالتالي كل ما هيظهر لي الايفنت ده اول ما هيسمع لي هو بيسمع من خلال الداتا لاير، فبالتالي لما الايفنت ده هيسمع معاه الكرنسي وهيسمع معاه الفاليو، فمش هيحصل معايا ان التاج يسمع قبل ما الداتا لايرز تسمع. يعني اتمنى تكون الموضوع واضح. انا هنا اخترت التريجر هو بيج فيو للبيج باث بيحتوي على الكلام ده. اول ما البتاع ده بيسمع بيحصل على طول ان التاج بتاعي بيسمع من غير، وممكن في بعض الاوقات يكون الداتا لايرز ما سمعتش، فبالتالي الكرنسي والفاليو مش هتسمع معايا. فطب انا بعمل ايه؟ انا بختار كاستم ايفنت وبحط الايفنت اللي الداتا لاير بتظهره لي. فطالما الايفنت ده ظهر برضه هيظهر معايا في نفس الوقت الفاريبلز اللي انا اخترتها اللي هي الكرنسي والفاليو، فكله هيظهر مع بعضه. فهنيجي هنا تاني وهنضغط على البريتشز وهنغير التريجر بتاعنا من بيج فيو لكاستم ايفنت اول كاستم ايفنتس، وهنيجي هنا ونختار عند البريتشز ونشوف الداتا لاير عملت لنا بوش للايفنت ده، هناخده كوبي ونيجي هنا نحطه بيست ونسيفه. وتعالى نعمل بريفيو تاني ونشوف هيسمع معانا الكرنسي والفاليو ولا لا. تمام، ممتاز جدا. كده سمع معانا البارامترز اللي اتبعتت هي الكرنسي باي جي بي والفاليو 230. يبقى كده انا عملت التاج بتاع اللي هو البريتشز وسمع معايا بكل سهوله، وبعت معاه بعض المتغيرات زي الكرنسي وزي الفاليو. لو عايز ابعت اي متغيرات تاني هبعتها بنفس الطريقه. كذلك لو عايز اعمل تراكنج لاي حاجه تانية فهي بنفس الطرق واحنا اوريدي شرحناها. يعني على سبيل المثال في حد عاوز يعمل تراكنج مثلا للكارت، فهنروح لصفحه الكارت هنا مثلا وهنيجي هنا هنروح على الفيو كارت وهنختار الكاستم ايفنت فيو كارت، وبكل سهوله هنعمل تراكنج للفيو كارت بيج. شخص تاني عايز يتراك اي حد بيضغط على بليس اوردر، فبكل سهوله هيجي على الفاريبلز ويقف يشوف ايه ياخد مثلا الكليك كلاسز او ياخد الكليك تكست ويعمل بكل سهوله التريجر بتاعه من خلال الفاريبلز دي. الموضوع سهل جدا وبسيط جدا ومش معقد، محتاج بس ان انت تتدرب عليه وتعمله اكتر من مره.